لو عايزة ابنك ما يسمعش كلامك وما يثقش في نفسه ويطلع متلخبط، اعملي اللي بعمله دلوقتي. بس خليكي معايا للآخر عشان ده عكس اللي انتي فاكراه. أنا النهاردة مش جاية أدي نصايح، أنا جاية أقولك الحاجات اللي بنعملها كل يوم وإحنا فاكرينها صح وهي أصل المشكلة. ولو لقيتي نفسك في أي نقطة ما تزعليش، كلنا أمهات بنغلط. إكس 1. اعملي مقارنة. قارني ابنك بأي حد، ابن خالتك، ابن الجيران، حتى أخوه، وخليه دايما حاسس إنه أقل، وبعدين استغربي ليه ثقته بنفسه ضعيفة. الصح؟ قولي أنت مختلف ومميز بطريقتك. إكس 2. اسمعي بس ما تسمعيش، خليه يحكي وانتي في دماغك الرد جاهز. سيبك، ده كلام فاضي، لما تكبري هتفهمي. الصح؟ اسمعي بقلبك قبل ودنك. إكس 3. كتري أوامر. اعملي نفسك مدير مصنع. قوم، اقعد، ذاكر، اسكت، بطل. وبعدين استغربي ليه عنيد. الصح؟ اختيارات بسيطة بدل أوامر. إكس 4. خوفيه عشان يسمع الكلام. هدديه، هسيبك، هحب أخوكي أكتر، ربنا هيزعل منك. الصح؟ الأمان قبل الطاعة. إكس 5. ركزي على الغلط وانسي الصح. نجاحه عادي، غلطه كارثة. وبعدين نقول ليه ما بيحاولش. الصح؟ المدح الذكي بيخلق طفل شجاع. لو حسيتي إن الكلام وجعك شوية، ده معناه إنك أم كويسة، لأن أسوأ أم هي اللي فاكرة نفسها صح طول الوقت. التربية مش كمال، التربية وعي. ولو الفيديو ده خلاكي تفكري قبل ما تعملي حاجة، فأنتي أم عظيمة. اكتبيلي في الكومنت أكتر حاجة حسيتي إنها بتتعمل من غير ما ناخد بالنا.